وفي وقت لاحق ترأس الزايدي وفد العراق في المباحثات المشتركة مع الجانب الإيراني التي مثلها الرئيس مسعود بزشكيان، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة. هذا وراعى رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق وإيران، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الأول إلى طهران شملت ملفات الخارجية والمالية والاقتصاد والطاقة. سند دوم، یادداشت تفاهم احداث راه آهن کرمانشاه خسروی خانقین بغداد از سوی جمهوری عراق جناب آقای فؤاد حسین وزیر محترم امور خارجه و از سوی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه. ثانيا، مذكرة تفاهم سكك الحديد من كرمانشاه خسروي خانقين بغداد اتفضل من الجانب العراقي معالي الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية، ومن الجانب الإيراني معالي السيد عباس عراقچي وزير الخارجية. سند سوم، یادداشت تفاهم خواهرخواندگی شهرهای تهران و بغداد از سوی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید علی مدنیزاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از سوی جمهوری عراق جناب آقای فالح ساری عبداشی وزیر محترم دارایی. ثالثا، مذكرة تفاهم للتوأم بين بغداد وطهران يتفضل من الجانب العراقي معالي السيد فالح الساري وزير المالية وزير التخطيط وكالة، ومن الجانب الإيراني معالي الدكتور سيد علي مدني زادة وزير